السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الاستعداد لامتحان الجوي الموحد في مادة الشيميات دورة يونيو 2025 مستوى السنة الثالثة إعدادي. اليوم سنقوم بمراجعة منهجية كتابة موضوع مقالي في مادة الجغرافيا. إذا بالنسبة للخطوات التي نحتاجها لإعداد وكتابة نص مقالي في مادة الجغرافيا، حيث يجب أن نراعي 3 مستويات. المستوى الأول يتمثل في الجانب المنهجي، يضم مقدمة مناسبة نقوم خلالها بتحديد أهمية الموضوع وطرح أسئلة مناسبة. تصميم عرض مناسب، نقوم خلاله بعرض تحليلي الفقرات نجيب من خلاله عن الأسئلة المطروحة في المقدمة. ثم خاتمة مناسبة، استخلاص عام مع فتح الموضوع على امتدادات لاحقة. وتعطى لهذا الجانب نقطتان. بالنسبة للمستوى الثاني وهو الجانب المعرفي، نقوم من خلاله بانتقاء المعلومات الجغرافية الصحيحة والمناسبة، ثم نتأكد من صحة المعلومات الجغرافية وتنويع المعلومات الجغرافية، وتعطى لهذه المرحلة 4 نقط. وبالنسبة للمستوى الثالث والأخير الجانب الشكلي، تعطى له نقطة واحدة فقط، يجب أن يتم من خلالها احترام هذه النقط، وهي لغة سليمة من الأخطاء، خط واضح ومقروء، ثم شكل مقبول في تقديم المنتوج. ننتقل الآن إلى الجانب التطبيقي، حيث سنقوم بتطبيق النهج الجغرافي على 3 أمثلة من المواضيع المقالية في مادة الجغرافيا التي تم طرحها سابقا في الامتحانات الجوية الموحدة. بالنسبة للمثال الأول، تعتبر الفلاحة أقوى فلاحة في العالم، وترجع أسباب هذه القوة إلى مجموعة من العوامل، لكنها تعاني من عدة مشاكل. اكتب موضوعا مقاليا تبين من خلاله مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية، العوامل المفسرة للفلاحة الأمريكية، المشاكل التي تعاني منها الفلاحة الأمريكية. المثال الثاني، تعددت العوامل التي جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية قوة صناعية عظمى، من اليابان قوة تكنولوجية عالمية. اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه الآتي: مظاهر القوة الصناعية الأمريكية والعوامل الطبيعية المفسرة لها، مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية على المستوى الصناعي، والعوامل البشرية المفسرة لها. المثال الثالث، رغم غنى نيجيريا من حيث الموارد الطبيعية في إفريقيا، فإنها تعاني من ضعف التنمية. اكتب موضوعا مقاليا توضح من خلاله ما يلي: مظاهر الغنى الطبيعي بنيجيريا، العوامل المفسرة لعدم الاستفادة من الغنى الطبيعي وتحقيق التنمية، المجهودات المبذولة لتجاوز الضعف التنموي بنيجيريا. الموضوع الأول، المقدمة. تعتبر الفلاحة الأمريكية أقوى فلاحة في العالم، وترجع أسباب هذه القوة إلى مجموعة من العوامل، لكنها تعاني من عدة مشاكل. فما هي مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية؟ ما العوامل المفسرة للفلاحة الأمريكية؟ وما هي المشاكل التي تعاني منها؟ العرض تتركز معظم الأنشطة الفلاحية بالجزء الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز بالتنوع وضخامة الإنتاج الزراعي والحيواني، كما تحتل بها مراتب متقدمة عالميا في إنتاج الذرة والصوجة ثم القمح، إضافة إلى أنها تعتبر من أهم الدول في تربية الماشية كالأبقار والخنازير. أما العوامل المفسرة لقوة الفلاحة الأمريكية فتتمثل في الاستفادة من الظروف الطبيعية الملائمة، من سهول شاسعة وتربة خصبة ثم تساقطات كافية، إضافة إلى اندماج الفلاحة مع القطاع الثاني والثالث، حيث تكون معهما ما يسمى بالأجرو بيزنس، واستعمال التقنيات الحديثة والبحث العلمي، ثم توظيف استثمارات مالية مهمة في هذا القطاع. تعاني هذه الفلاحة من بعض المشاكل كالتقلبات المناخية، ووجود منافسة خارجية قوية من طرف الصين واليابان ثم الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وجود فائض في الإنتاج الفلاحي. الخاتمة، تتعدد إذن مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية، وذلك لاحتلال لها مراتب جد متقدمة عالميا، ورغم ذلك فهي تواجه مجموعة من التحديات. الموضوع الثاني، المقدمة. تعددت العوامل التي جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية قوة صناعية عظمى، ومن اليابان قوة تكنولوجية عالمية. فما مظاهر القوة الصناعية الأمريكية والعوامل الطبيعية المفسرة لها؟
ما هي مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية على المستوى الصناعي والعوامل البشرية المفسرة لها؟ العرض: تتعدد مظاهر قوة الصناعة الأمريكية، حيث تتميز بتنوع المنتوجات الصناعية واحتلالها لمراتب متقدمة عالميا في صناعة السيارات كجنرال موتورز، وتكرير البترول إكسون موبيل، وصناعة الطائرات البوينغ، ثم المعلومات أبل و بي إم، إضافة إلى كثرة مراكز الصناعة الدقيقة، وأهمها مجموعة سيليكون فالي التي تعتبر أكبر تجمع للمقاولات المختصة في الصناعات الإلكترونية والمعلومية. أما العوامل الطبيعية المفسرة لقوة هذه الصناعة فتتمثل في التوفر على ثروات طبيعية هائلة معدنية كالحديد والنحاس والأورانيوم، وطاقية مثل البترول والغاز الطبيعي، ثم الفحم الحجري. وتتمثل مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية على المستوى الصناعي في توفر اليابان على جل الصناعات واحتلالها لمراتب متقدمة بفضل جودتها وتنوعها، مثل الصناعة الثقيلة الصلب والصناعة الكيماوية، ثم الصناعة الخفيفة الميكانيكية منها صناعة السيارات والسفن والدراجات النارية، إضافة إلى الصناعة الدقيقة العالية التكنولوجيا مثل الروبوتيك والإلكترونيك. كما تنتشر الصناعات بأهم المدن اليابانية التي تشكل الميغالوبول الذي يضم مراكز الصناعة العالية التكنولوجيا أي تكنوبول. أما العوامل البشرية المفسرة لهذه القوة التكنولوجية فتتمثل في ارتفاع الدخل الفردي وانخفاض البطالة، ثم ارتفاع عدد السكان أكثر من 127 مليون نسمة، مما يوفر يد عاملة جد مؤهلة من خبراء وتقنيين وسوقا استهلاكية واسعة، إضافة إلى المستوى التعليمي العالي 99%. كما يعد الشعب الياباني مثقفا ومحبا للعمل والنظام. الخاتمة: تحتل إذن كل من الصناعة الأمريكية واليابانية مراتب جد متقدمة عالميا، وذلك يعود لعدة عوامل طبيعية وبشرية. الموضوع الثالث: المقدمة. رغم غنى نيجيريا من حيث الموارد الطبيعية في إفريقيا، فإنها تعاني من ضعف التنمية. فما هي مظاهر الغنى الطبيعي بنيجيريا؟ ما العوامل المفسرة لعدم الاستفادة من الغنى الطبيعي وتحقيق التنمية؟ وما هي المجهودات المبذولة لتجاوز الضعف التنموي بنيجيريا؟ العرض: تتعدد مظاهر الغنى الطبيعي بنيجيريا، حيث تغطي البلاد سهول خصبة بالجنوب والوسط 78.4% من الأراضي الصالحة للزراعة، كما تمتلك مساحة شاسعة تغطيها الغابات 14.8%، إضافة إلى وجود مناخ مذاري واستوائي غني بالتساقطات خاصة في فصل الصيف، ثم توفر البلاد على كميات هائلة من المواد الأولية كالمعادن من الحديد والفوسفات، ومصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري. كما تتميز نيجيريا بالانفتاح على المحيط الأطلنطي جنوبا من خلال شريط ساحلي ينعش الصيد البحري، وتنوع منتجاتها الفلاحية كالأرز والقطن الكاكاو المطاط الأبقار من الأغنام، واحتلال لمراتب لا بأس بها عالميا. تتمثل العوامل أو الأسباب المفسرة لعدم استفادة نيجيريا من الغنى الطبيعي وتحقيق التنمية في الأسباب الاجتماعية، حيث تعرف البلاد انفجارا ديمغرافيا سريعا أكثر من 174 مليون نسمة، مما جعل النمو الاقتصادي لا يساير التزايد السكاني. أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في ارتفاع حجم الديون الخارجية، ثم هيمنة الشركات الأجنبية على قطاع النفط والفلاحة العصرية، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. في حين الأسباب السياسية والإدارية فمتعلقة بعدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد والرشوة وغياب ديمقراطية، إضافة إلى تدني الحريات المدنية والصحافة، ثم تهديدات حركة بوكو حرام للأمن الداخلي. تبذل الحكومة النيجيرية عدة مجهودات لتجاوز الضعف التنموي، وذلك من خلال تعميم التعليم والخدمات الصحية وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء، ثم تطبيق برامج تهتم بمحاربة الفقر وتقليصه، إضافة إلى إنجاز مشاريع لتقليص معدلات البطالة. الخاتمة: رغم الغنى الطبيعي لنيجيريا إلا أنها تعاني ضعفا تنمويا، فحاولت حكومة البلاد القيام بعدة مجهودات لتجاوز هذا الضعف، فتطور الناتج الوطني وتحسن مستوى الدخل الفردي قليلا، كما تزايد حجم وقيمة الاستثمارات الخارجية.